السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. طبعا النهاردة الفيديو بتاعي هيكون مش طويل خالص، بالعكس طلبتوا مني ان انا اعمل فيديوهات قصيرة. الفيديو النهاردة هيكون قصير، يعني تقريبا 10-11 دقيقة. فهيبقى في المطبخ، مش هعمل معاكم برضو مواعين. تمام، هريحكم من المطبخ خالص يعتبر. هنعمل النهاردة فطار بقى، اللي هو يعني احنا صايمين، فالفطار هيكون ايه؟ المفروض ان هو غدا. وهعمل اكل بسيط يعني بقى، ولا طبيخ ولا كده. البنات كانوا عايزين مني ان انا اعمل لهم ملوخيه، فرحت جايبه وراك، يعني فراخ بمعنى اصح، وملوخيه ورز. بس كده، وهنعمل بقى حاجه حلوه كده اخر اليوم وخلاص. طبعا انا بوريكم دي المفروض ان هي مصفة اعشاب. انا بستعملها في الحاجه بتاعه الشوربه. بحط بقى فيها فلفل الاسمر والحبهان، ولو في مثلا ورق لورا، او الحاجات كلها اللي بتتحط في قلب الشوربه، واقوم حطها في قلب المصفى دي، واقوم معلقاها كده في الحله. وبصراحه بتسهل عليا جامد قوي. الحله كده ايه اهي، فيها الميه والميه غليت. وطبعا انا غاسله الفراخ كويس قوي، ونقعتها بملح وليمون، وبقت زي الفل، مفيهاش اي حاجه خالص. حط بقى كده بصلايه او بصلتين صغيرين، وممكن نحط طماطميه. بصراحه انا حطيت نص طماطميه، وكلت النص التاني يعني، عشان انا بصراحه مش صايمه. اللي صايم النهارده ملك وندى، ربنا يقويهم يا رب. طب انت ما صمتش ليه؟ هقول لكم انا ما قدرتش. انا بقالي بالظبط 4 ايام. الصداع متملك مني بطريقه رخمه. مش عارفه بقى بسبب الجو، ولا بسبب السكر، ولا بسبب الضغط، ولا ضغط العين عندي عالي، انا مش عارفه. فحاولت ان انا اصوم، ما عرفتش. والفراخ مغسوله وكله تمام. طبعا دي حته في قلب الجلده بتاعت الرجل دي، ما بتتاكلش اصلا، بتتشال. فانا سبتها. هحط بقى كده الفراخ بعد الميه كده ما غليت. وكده انا حطيت يعتبر الورق اللورا والحبهان والحاجات دي كلها، فايه، فكده الشوربه هتبقى جاهزه معانا ان شاء الله. ناقصها بس ايه؟ الملح. تغلي لها بس كده غلوتين، واقوم حاطه لها الملح. طبعا انا حبيت ان احنا النهارده يكون فطارنا حاجه بسيطه. ليه؟ اولا الطبيخ احنا زهقنا منه. ثانيا انا امبارح كنت عامله لهم، يعني مش امبارح، كان اول امبارح عامله لهم قلقاس ولحمه ورز. فحبيت النهارده ان انا اعمل لهم ملوخيه وفراخ بدل اللحمه. طبعا النور قاطع هنا، فحته بقى النور قاطع دي ما تاخدوش عليها، يعني بيقطع كتير قوي. عشان كده هتلاقوا الشوربه غامقه والفراخ غامقه، بس الحمد لله. الفراخ اتسلقت. طبعا المفروض ان ده قمح اللي هو بتاع البليله. انا غسلته كويس قوي، وهنقعه شويه عشان خاطر هعمل عاشوره. العاشوره طبعا انا عامه انا ماليش تقول عليها، بس انا عملتها عشان خاطر ملك وندى. بعد ما اتعملت كده غسلت كويس، رحت حطها في شويه ميه. يعني مثلا حسبة نص ساعة ولا ساعة. لو مية عادية، لو مية مغلية، لو مية عادية ممكن ايه ساعتين ولا حاجة. وقلت بقى اعمل الرز. طبعا الملوخية ملك قطفتها لي، وندى خرطتها لي. وندى عايزاني النهاردة ان انا اخليها هي اللي تعملها. فانا النهاردة يعني هسيبها براحتها، حتى لو بوظتها مش مشكلة. بس المهم ان هي تجرب. الرز انا هعمله رز ابيض ساده خالص. حطيت حته سمنه، وغسلت الرز كويس، ونزلت بعد كده على السمنه. فضلت بقى ايه اقلب في الرز تقلبتين 3 كده لحد ما يبدا يتشرب من السمنه دي. ونحط برده معاه شويه ملح عشان برده يتشرب من الملح ده. عملت معاكم قبل كده الرز اللي هو حبه وحبه، وعملت معاكم رز السمك، وعملت معاكم الرز ابو شعريه. في ناس صح قالت لي ان رز السمك ما بيتحطش عليه اي حاجه خالص غير الملح. بس تقريبا مش حاجه تاني. بس انا بقول لكم انا بحبه كده. انا مش بقول يا جماعه لازم تعملوا الاكل بالطريقه دي، لا، انا بقول لكم انا طريقتي في الاكل بس. وعلى فكره الطريقه دي الناس كلها يعتبر بيعتمدوها. فكل واحد بياخد الحاجه اللي بيحبها في الاكل وبيطبقها. حطيت بقى ميه، وحطيت مكعب مرقه كنت مدوباه في شويه ميه مغليه بصراحه. وسبته بقى لحد ما يتشرب براحته. طبعا على العين التانية بقى رحت حاطه الشوربه. والقمح هنا بدات ولعت عليه عشان يبدا يتعمل على ما اخلص الاكل خالص. فهيبدا بقى يعمل كده ريمه بيضه من على الوش. هشيلها عشان خاطر دي مش حلوه يعني. وخلوا بالكم عشان خاطر القمح بيفور. يعني لما يبدا يغلي هيبدا بقى يفور ويبهدل البوتاجاز. انا البوتاجاز عندي اتبهدل من الشوربه بتاعه الفراخ والميه بتاعه القمح ده ومش مشكله يعني. هيتبهدل في الاخر، هيتغسل يعني. طالما بعمل اكل كده كده يتبهدل براحته. طبعا الفراخ اتعملت معانا. ما حبيتش بقى ان انا احمرها في الزيت، انا ما عنديش زيت اصلا. ومش حابه بصراحه ان انا احمرها في الزيت الكتير ده. رحت حطها في القلايه. واولا حاسه ان دي اخف حاجه. ثانيا لا هتاخد زيت كتير، وهتبقى طعمها احلى. انا حطيت الوراك بتاعه البنات، انا مش بحب حاجه متحمره. حطيت عليهم بس شويه زيت صغيرين كده، حاجه بسيطه قوي. بالفرشه كده. ممكن بقى لو عندكم بخاخ، بس البخاخ اللي عندي خلص، فايه رحت عاملاه بالفرشه كده. بصوا يعني ما خدتش معلقه زيت. هحطها بقى ايه وهظبطها وهسيبها مع نفسها على ما اعمل ايه السلطه واشوف الملوخيه. طبعا زي ما قلت لكم ندى اللي عايزه تعمل الملوخيه. بما انها هي اللي خرطتها، فهقول لكم كل التعليقات اللي
يعني مثلا يعني المفروض كانت تعمله وعملت غيره. الملوخيه كانت عايزه تخرط شويه كمان، مش مشكله، دي اول مره، حلو برضو مش مشكله. انا حطيت لها شويه كربوناتو وهي عملتها. تمام، ادي حبه الكربوناتو اهو. طبعا الكربوناتو دي بتخلي اللون بتاعها زي ما هو اخضر. حلو الكلام. بس برضو في حاجه كمان عملتها غلط، وانا برضو عرفتها لها بعد كده، فالمره الجايه ان شاء الله يبقى ايه الملوخيه معموله احسن من كده. طبعا الرز اتشرب وركنته ايه على العين اللي جوه وطيت عليه النار، وسايبه القمح براحته وموربه الحله بتاعته. وفي العين التانية هي بتعمل الطشه بتاعه التوم، حطينا في حته سمنه حته توم. بس انا كنت بحمر توم بزياده لان انا عايزه شويه توم على جنبي، انا عايزاهم، فانا هاخد شويه من التوم ده. تمام. المهم بقى ايه، دوبنا كده الملوخيه كويس. الريمه اللي على الوش دي هشيلها انا. بقيت احط لها بقى الكزبره بعد ما يعني التوم اخد حاجه بسيطه قوي، تقريبا بسيطه، خدت منه بس كده معلقه صغيره وحطيتها في قلب الملوخيه، تومه نيه يعني. تمام. هخليها بقى هي تقلب هي التوم، وهمسك انا بقى الملوخيه دي ايه هعملها لها خالص عشان خاطر تفك كلها من بعضها. هنا بقى الحته ايه الغلط اللي هي عملتها، ان التوم اغمق منها. اغمق ليه بقى؟ اولا هي لما جت عملت التوم حمرته، لما لقيته دخل في تحمير راحت موطيه النار، ما شالتهوش بقى وحطيته على طول على البتاع، لا، وطت النار، فطبعا اغمق شويه، فمش مشكله، المره الجايه ان شاء الله يبقى افتح من كده. لما التوم بيغمق بيخلي الملوخيه اللي المفروض احنا حاطين لها كربونات عشان تبقى لونها اخضر بتغمق حاجه بسيطه. طبعا هعمل معاكم السلطه كده بسرعه، وبعد كده بقى ايه هيبقى كده الفطار بتاعنا جاهز. انا ما اكلتش حاجه، انا يعتبر صايمه معاهم، بس انا عشان باخد علاج، فده بس الفرق اللي انا بعمله، ان انا كل شويه بشرب ميه وباخد علاج، لكن انا اكل ما باكلش اي حاجه خالص معاهم طول النهار، ببقى صايمه، بس بفضل اشرب في ميه كتير قوي. فكده خلاص خلصت السلطه دي يعتبر نصها انا هاكلها، وهم هياكلوا شويه من النص الباقي، لان هم مش بيحبوا السلطه قوي، وانا بصراحه اللي بحبها. عصرت بقى عليها ليمونتين صغيرين عشان الليمون اللي عندي صغير، وشويه ملح شويه كمون، وحطيت ايه شويه ميه ساقعه، بتبقى حلوه قوي. طبعا طالما هناكلها دلوقتي فايه بنحط الميه يعني. ودي خلاص كده الوراك اتحمرت كلها الاتنين. وعايزه اقول لكم ان الورق ده بصراحه حلو جدا. انا بخليه مثلا، يعني المره دي هو بهدل الحله، لو مره كمان بسيبه، ممكن اسيبه مره مثلا او مرتين لو ما اتبهدلش. بس كده، ادي السلطه خلصت معانا والملوخيه خلصت وده الرز. اتفضلوا معانا، فطار خفيف قوي ومش تقيل، اي نعم بسمنه وكل حاجه، بس بصراحه اخف من الصلصه ومن الحاجات دي كلها. الفراخ بتاعتي مسلوقه مش متحمره. بصوا كده دخل في سوا خلاص. فالمفروض ان انا يعني انا هعمل نصه زي البليله. احنا بنعمل ايه في البليله؟ احنا لحد دلوقتي كده عاملين بليله عاديه، بضربها بس كده في الخلاط، ممكن بالهاند بلندر نديها كده نص ضربه لحد ما تلاقوها ايه يعني بقت. شفت انتوا مثلا لما يكون الواحده البليلايه الواحده او القمحايه الواحده مضروبه نص ضربه؟ بصوا اهي زي كده، بضرب بس البتاع كده. انا هاخد كمان شويه وهضربهم برضو لحد ما ايه ما تحسوا ان هي بقت يعني مهروسه، مش مهروسه قوي يعني ميه، لا، يعني تنفع تبقى حلوه. جبت بقى كيلو لبن او لتر حليب، اخدت منه شويه حطيتهم على البليله واسيبهم لحد ما يبداوا يغلوا، عشان خاطر تبقى كده ايه شربت من الحليب وكده. والباقي هحط فيه بقى النشا، حطيت تقريبا معلقتين نشا كبار. اهم حاجه بس اللبن اللي يتحط ده بالذات اللي يتحط فيه النشا يكون لبن ساقع، ما يكونش لبن سخن خالص عشان خاطر النشا ما تكلكعش. هنقلبها بقى تقلبتين كده حلوين قوي، وبعد كده نقوم ايه حاطينها على البليله اول ما تبدا تغلي معانا. يعني هي بصوا انا سبتها شويه، هتلاحظوا كده ان هي تبدا تبقبق كده او تدي شكل الغليان اهو. هنزل بقى عليها باللبن اللي مقلبه فيه النشا، وهديله بقى كده تقلبتين 3. المفروض ان احنا لسه ما حطيناش سكر خالص، لحد بس ما تبدا تتقل معانا شويه. انا مش حاطه نشا كتير، مش عايزين تحطوا نشا خالص براحتكم، انا بالنسبه لي شايفه ان كده كويس قوي. وعامه عشان خاطر ما حدش يقول لي هي مش بتتعمل بالطريقه دي، يا جماعه دي طريقتي في العاشوره، او مثلا في البتاع دي زي الرز بلبن بمعنى اصح. حطيت بعد كده كوبايه سكر، والكوبايه دي انا شايفه ان هي مناسبه، يعني ولا كتيره ولا قليله. عايزين بقى تزودوا عايزين تقللوا السكر ده يعني بالنسبه لي كويس. انتوا بقى ومزاجكم في السكر. حطيت شويه فانيليا، حابين تستغنوا عن الفانيليا مفيش مشكله، مش حابين حطوا شويه فانيليا تديها ريحه حلوه وطعم حلو. طفيت بقى عليها النار وهبدا بقى ايه اوزعها في الطبق زي ما انتوا شايفين. وقوامها كويس يعني، ولا اللي هو تقيل ولا اللي هو ايه خفيف. ولاحظوا ان شويه كده وهتلاقوها تقلت كمان بس لما تبرد. هوزعها بقى في الاطباق كده.
عملت بقى ايه، انا ليه عامله بزياده؟ هو هتقولوا لي انتوا كده بزياده، هقول لكم انا بالنسبه لي انا والبنات كان ممكن اعمل مثلا نص كيلو حليب بس، لكن انا عملت بزياده عشان ادي لماما وادي لمحمد وودي لعم عنتر من مره يعني. لان دي يعتبر حاجه زي الرز بلبن كده. بس بصراحه يعني انا عجبتني، يعني انا اول مره اكلها. يعني كل مره كنت اقول لا مش بحبها، انا بحب البليله وعليها شويه لبن وشويه سكر بس. يعني حتى البليله لما كنا بنشتريها ما كنتش بجيبها اكلها كده، لا كنت بحط عليها شويه لبن وشويه سكر. فبصراحه اول مره بتعجبني كده يعني. في ناس بتحب تحط عليها ميه ورد زي الرز بلبن برضو، دي كل الحاجات دي كلها اذواق وحاجات زياده. لكن المفروض الحاجات دي ميه، المفروض بتحط عليها ايه، البليله او القمح ولبن سكر فانيليا او لا ونشا، حاجات اقتصاديه بمعنى اصح. ادي الكميه كده اللي طلعت معايا. طبعا الحاجات الصغيره اللي انا حاطه فيها دي اللي هي الالومنيوم، دي اللي انا هديها لمحمد وعم عنتر وكده، بحيث ان هي ايه ما ترجعليش تاني، الطبق ما ترجعليش تاني. بس نبدا بقى ايه، نقول بسم الله. طبعا احنا كده خلصنا العاشوره وخلصنا كل حاجه. انا بالنسبه لي كده خلصت، اليوم بتاعي خلص. المواعين بتاعتي دي الحاجات اللي في الحوض بس، مش هغسل معاكم النهارده مواعين خالص، هريحكم من المطبخ واريحكم مني برضو. انا بالنسبه لي يا جماعه الفيديو بتاعي خلص، شويه بقى كده هرتاح، وبعد كده بقى هدخل على المواعين دي اشطبها، حاجات بسيطه الحمد لله وهتخلص ان شاء الله. قولوا رايكم كده في الفيديو القصير، لو كان كويس نعيده ونزيده تاني. اسيبكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.